ربما هو السؤال الذي يتبادر إلى أذهان جميع المشاهدين والمشجعين، مشجعي برشلونة تحديدا: هل سيدخل ميسي السجن؟ لا. هل سيدخل والده؟ لا. هدف ميسي من الاستئناف كان إلغاء العقوبة من ملفه، خصوصا بعد أن قررت محكمة برشلونة إصدار عقوبة السجن في حقه لمدة 21 شهرا عليه وعلى والده، لكن المحكمة الإسبانية العليا قررت تأكيد هذه العقوبة، لكنها قامت بتخفيف عقوبة السجن عن والده خورخي ميسي من 21 شهرا إلى 15 شهرا. لكن كما قلنا في البداية، ميسي لن يدخل السجن، والده لن يدخل السجن، لأن العقوبة تعلق في إسبانيا عندما لا تكون هناك سوابق، وخصوصا عندما تقل عن 24 شهرا، أي أقل من عامين. ميسي تدرب اليوم مع زملائه استعدادا لنهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل. استقبل زيارة رونالدينيو خلال هذا الميران الذي شارك فيه أليش بيدال بعد تعافيه من الإصابة. سيسافر مع المجموعة، لكن لن يشارك كما قلنا في سبورت قبل أيام قليلة. إذا مراسلنا أشرف بن عياد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من برشلونة.